السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض وصفة جميلة قوي، وهي الجلاش الجميل او الفطير الشرقي بطريقة سهلة وجميلة، وهيكون مورق كده وطعمه تحفة جدا. تقدري تضيفيه عندك في اي عزومة، تقدري تضيفيه في الغدا، تقدري تضيفيه في العشاء، تقدري تضيفيه في اللانش بوكس حتى بتاع اولادك، تضيفي فيه اي حشوة انت حباها. النهاردة احنا هنحشيه لحمة مفرومة، وليه حشوة كده جميلة جدا مع اللحمة المفرومة، هتبقى جميلة جدا. شايفين شكله ما شاء الله جميل قوي، مورق بكله ايه. تعالوا نشوف اللفة بتاعتنا. هي لفة جلاش كاملة، تقدري تجيبيه من عند الفطاطري او من السوبر ماركت. لازم تكون لفة الجلاش تكوني فكاها من قبليها بفترة، لو انتي سايباها في الفريزر، لو انتي حابة تشتغلي فيها على طول. طيب لو انا عايزه اشتغل فيها على طول ولفه الجلاش جوه الفريزر، هتسخني الفرن شويه، هتطفي عليها، هتقومي بعد كده مدخله لفه الجلاش، وبعد كده لمده 5 دقايق هتطلعيها، هتلاقيها فكت خالص، هتقدري تشتغلي بيها. جبنا اللحمه المفرومه بتاعتنا وعصجناها في البصل ورشه من الزيت، فص تومه، حطينا عليها البهارات بتاعتنا، ملح وفلفل وحبهان وقرفه وجوز الطيب ورشه من البهارات المجمعه. قلبناها كويس لحد ما استوت. بعد كده هضيف عليها 3 جزرات مبشورين، هقلبهم لحد ما يبقوا دبلانين خالص، يعني بمعنى اصح يكون الجزر استوى عشان ما يقرقش في الورقه بتاعه الجلاش. تمام، هقلب فيه لحد ما يستوي كويس قوي الجلاش شايفين شكل الجزر اتغير ازاي ولونه كمان اتغير. بعد كده هشيل الطاسه من على النار، هبتدي بقى اجيب الخلطه اللي احنا هنضيفها على الجلاش. هجيب كوبايه من اللبن كامله، هضيف عليها بيضه، هضيف على البيضه ملح وفلفل اسود، هضيف عليها كمان معلقه صغيره من البيكنج باودر، ودي خطوه مهمه قوي ما تنسيهاش. تمام، ممكن تضيفي 2 عدد بيضة او بيضة حسب مقدرتك. البيض بيبقى يزود القيمة الغذائية للحاجة، وكمان لو في ناس مش بتاكل البيض يعني زي ما هو، تقدري تضيفيه في الوصفة دي، هيبقى مفيد جدا. تمام، الفلفل الاسود مهم جدا عشان ريحة البيض ما تبقاش طاغية جدا في الجلاش بتاعنا. وطبعا خطوة البيكنج باودر مهمة جدا جدا. لو في عندك كيك شيف تقدري تضيفيها، لو عندك البيكنج باودر تقدري تضيفيه، يعني المهم اي حاجة تكون تساعد على ارتفاع الجلاش وان هو يكون مورق كل ورقة لوحدها. تمام، هجيب الصينية وهدهنها كويس جدا من كل الجوانب. بعد كده هجيب ورقتين هبتدي ادهنهم بمعلقة زيت، بمعلقة سمنة على زيت، فنجان صغير قوي من الزيت اللي هو فنجان القهوة الصغير قوي، عليه معلقة من السمنة، دوبتهم كويس وببتدي اشتغل بيهم. كل ورقتين هبتدي ادهنهم دهنة خفيفة جدا بسيطة جدا، يدوبك بس الفرشة تلمس الورقة. هبتدي اعمل كده في كل الورق اللي عندي. انا استخدمت لفة الجلاش كاملة، تقدري لو حاسه ان هي هتبقى كبيره تقدري تقسمي لفه الجلاش اللي عندك لنصين وتشتغلي على نص واحد فيهم، النص ده هتقسميه نصين على حسب الصينيه بتاعتك. وبعد ما تخلصي نص الكميه الاولاني ودهنتيه كويس، هتضيفي عليهم الحشوه بتاعتك اللي انت حباها. الحشوه بتاعتنا النهارده هي اللحمه المفرومه بالجزر بالبصل، جميله جدا. وبعد كده هضيف عليها الجزء التاني من الجلاش اللي موجود عندنا، وبرضو هدهنه كل ورقتين. في ساعات اللفة بتاعتنا بتكون فيها الورق مكسر، الورق ده انا مش هرميه، انا ببقى محتاجاه، بضيفه في النص. يعني ايه في النص؟ يعني انا اول ورقه خالص من تحت في الصينيه لازم تكون كامله وسليمه، اخر ورقه من فوق لازم تكون سليمه، اللي في النص عادي ممكن يكون مكسر اضيفه برضو بدهنه.
مفيش اي مشكلة خالص. تمام. طبعا الاجناب بكون مغطيها كويس بالورق عشان الحشوة بتاعتي ما تتحرقش. تمام. بعد كده في اخر خطوة خالص انا هبتدي اقطع الصينية اللي عندي. انت عايزه تقطعيها، سواء الصينيه اللي عندك مدوره تقطعيها مثلثات، الصينيه اللي عندك مربعه تقطعيها مربعات. وبعد كده هضيف عليها اللبن بالبيض، وهقعد اقلب الصينيه لحد ما يتشرب من كل الجهات زي ما انتوا شايفين كده. تمام. هسيبها شويه، دقيقه بالظبط، عشان يتشرب كل السوائل دي، وادخلها الفرن على درجه حراره 200. هتستوي من تحت، وبعد كده هدخلها على الشوايه من فوق دقيقتين تاخد الوش بتاعها، وبس كده. وبألف هنا وشفا هتاكلوا احلى لفه جلاش، واحلى جلاش جميل جدا. هو يعتبر فطير، هو مش جلاش كمان. ما تنسوش تقولوا لي رأيكم في الكومنتات، الطريقة دي حلوة وعجبتكم وجربتوها. يلا باي باي.